السلام عليكم البنات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بحول الله جيت لكم بواحد الوصفه يعني زوينه وعجيبه في نفس الوقت. لا وهو الخرقوم البلدي، ماسك ديال الخرقوم البلدي. وكيقولوا باللي هذا الخرقوم البلدي يعني غني وزوين للبشره ديالنا والجسم كامل، يعني حتى كما كتعرفوا ما كايناش شي دوله عربيه كتستغنى على هذا الخرقوم البلدي، واي دار فين ما مشيتي تتلقاي الخرقوم البلدي. وشافوا فيه دابا اختصاصيين ديال التجميل بانه مزيان حتى البشره ديال الوجه. داروا فيه جميع الوصفات، وانا جبت لكم بواحد الوصفه هي وصفه هنديه كيديروها بزاف الهنديات. يعني بمكونات بسيطه جدا. عندنا هنايا يوغورت طبيعي كما كتشوفوا، عندنا المهم عندنا معلقه ديال اليوغورت طبيعي، وعندنا معلقه ديال الخرقوم البلدي، وعندنا معلقه ديال العصير ديال الحامضه، وعندنا الزيت الاساسي اي زيت. وهذاك المورد اللي ما عندوش الحامض يستغنى عليه ويدير معلقه ديال المورد، واللي عنده مورد يستغنى على الحامض ويدير معلقه ديال المورد. المهم على بركه الله نبداو بالخليط ديالنا. وغناخذوا هاد المقادير ونخلطوهم كما كتشوفوا هنايا. غادي ناخذوا اولا غناخذوا هنايا الخرقوم البلدي، هذه معلقه فايت درتها. كناخذوا معلقه ديال الخرقوم البلدي، وكناخذوا معلقه ديال يوغورت طبيعي، يعني تكون المعلقه نيت كبيره بزاف، معلقه بشويه. وعندنا هنايا عصير ديال الحامضه، ناخذوا حتى هي معلقه. وغناخذوا هنايا كما قلت اللي ما عندوش الحامض ممكن يدير معلقه ديال ماورد. وغناخذوا هنايا زيت اساسي اي زيت عندك، يا اما دير زيت الزيتون معلقه، ولا معلقه صغيره يعني ماشي معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، ولا معلقه صغيره ديال الخزامه، معلقه ديال زيت ارغان حتى هو زوين البشره. المهم كناخذوا هاد المكونات هادو، وانا غندير معلقه صغيره ديال ديك الصغيره يعني ماشي عفوا. غادي نوري لكم كاينه هاد المعلقه وكاينه هادي، يعني هاد الصغيره هي اللي غادي نديرو. لان غنديرو غير واحد، نخلطو هاد الخليط بحال هكا كما كتشوفوا معنا بحال هكا. كنخلطو كامل، كنخلطوه مزيان كيولي لينا هكا. يعني كناخدوه وكنديرو عفوا تكبت لي الزيت معليش. كما قلت لكم غادي ناخدو هاد الخليط هذا او هاد الماسك، وغادي نديروه على البشره ديالنا، على البشره ديال الوجه ديالنا بحال هكا. وغادي نخلوه حتى ينشف، يعني ما غاديش نقول لكم انايا مثلا هي كما كتشوفوا، ما غاديش نقول لكم شحال ديال الوقت، يعني على حسب البشره ديال اي وحده. كاين اللي كتنشف ليها بزاف، كاين اللي لا. المهم كنخلوه حتى ينشف. من بعد الا نشف كنحيدوه بطريقه دائريه بحال هكا، لان هذا الخرقوم البلدي كيساعد حتى على ازاله ديال داك الشعر الخفيف اللي كيكون لنا في الوجه ديالنا، وكينقي لنا البشره. يعني ما نقولش لكم يعني كينقيها بزاف مزيان مزيان مزيان. كما قالوا يعني الاختصاصيين ديال التجميل قالوا باللي هاد الخرقوم البلدي كيساعد حتى على ازاله التجاعيد، يعني هذيك التجاعيد اللي يلاه كتبدا. والواحد خصو يدير الوصفات ويدير بزاف لي ماسك الوجه ديالو. واحد النصيحه
انا جربتها شخصيا. كندير الواحد اللي غايدير الماسك خصو يكون مسترخي، خصو يكون يعني متكي، يكون ينعس باش تيجبد لينا الجلد ديال الوجه. اما الا درتي الماسك وانتي كتخدمي مثلا كتغسلي الماعن، كتمشي كتنظفي البيت ديالك، كيبقى لك داك الماسك اللي درتي على الوجه ديالك تيتكمش كما كنقولوا، كيتكمش بحال هكا، ما كتجيش والجلد ما كيكونش مجبد لينا. المهم هذه نصيحه ديالي لان شفتها من عندي انا. المهم كنخلو هاد الماسك هذا حتى ينشف كما قلت لكم، وكنحيدوه. من بعد كنغسلوه بالماء دافي. من بعد اللي غسلناه بالماء دافي كندهنوه اي كريم عندك ديال النهار ولا بالليل. وانايا كنصح اي وحده دارت ماسك ديال فيه الحامض يعني ما تخرجش، يعني اللي غدير هذا الماسك ديرو بالليل. من الافضل دير اي ماسك ديال اي حاجه فيها الحامض، يعني ما خصهاش تخرج، خصها يعني تجلس في الدار بهذا المعنى، او لا ديرو بالليل وتغسلو وتنعس وتكون بخير وعلى خير. وكنتمنى يعجبكم هاد الماسك هذا ديالي، وما تنساوش بالاشتراك، تعليقات او لا جيم، وان شاء الله بوصفه جديده نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.